هو السادس هذا الموسم بين ريال مدريد وبرشلونة على ملعب سانتياغو برنابيو، وإن اختلفت المعطيات بالنسبة للميرينغي بعد أن أطاحوا بغريمهم في الكامب نو وجردوهم من لقب الكأس. جاءت مواجهة الدوري لرد الاعتبار لكتيبة المدرب البديل جوردي رورا المدرب المساعد، وهو الأقرب لاستعادة لقب الدوري من لاعبي المدرب البرتغالي جوزي مورينيو، الذي فضل من جانبه إراحة هدافه كريستيانو رونالدو إلى جانب أوزيل وأربيلوا وكارفايو، معتمدا على تشكيلة شابة تحسبا لموقعة الأولترافورد هذا الثلاثاء ضد مانشستر يونايتد. تشكيلة سرعان ما أكدت نجاعتها الهجومية بعد مضي 7 دقائق فقط من انطلاقة عرضية رائعة من موراتا استثمرها الفرنسي كريم بنزيما، موقعا على هدف السبق للريال وسط ذهول كبير من لاعبي برشلونة الذين غاب عنهم صالح ألعابهم تشابي إرنانديز بداعي الإصابة. هدف أربك كثيرا حسابات رفاق ميسي وأعطى البداية الحقيقية للكلاسيكو تحت أنظار الأسطورة دييغو أرموندو مارادونا الذي تابع المدرجات. مارادونا لم ينتظر كثيرا رد فعل مواطنه ليونيل ميسي الذي نجح في معادلة النتيجة في الدقيقة 18 مستثمرا تمريرة رائعة من ألفيش، محرزا بالمناسبة هدفه 39 في الليغا هذا الموسم و18 في مواجهات الكلاسيكو، متساويا مع رقم الأسطورة دي ستيفانو. الهدف هو الرابع أيضا لميسي في مرمى الريال في البرنابيو في مواجهات الفريقين الخمس الأخيرة في الدوري الإسباني. الريال من جانبه حاول استعادة تفوقه مجددا، لكن محاولات كوينتراو ورفاقه كانت خجولة أمام الحارس فيكتور فالديز، فيما كاد ليونيل ميسي أن يضاعف النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 32 لولا التمركز الجيد للحارس دييغو لوبيز. اليافع موراتا بدوره حاول مباغتة دفاع برشلونة بعد عرضية مودريتش، لكن رأسيته جانبت القائم الأيمن لمرمى الحارس فالديز وسط حيرة من مدربه مورينيو، لتنتهي الفترة الأولى على نتيجة التعادل الإيجابي الذي أجل كل مواعيد الإثارة صوب الشوط الثاني من هذا اللقاء. لم يتمكن من التسجيل. بعد الاستراحة بدأ مورينيو أيضا في التفكير في إقحام منقذه وهدافه ومواطنه كريستيانو رونالدو، بعد أن بدأ برشلونة يتحكم في زمام الأمور بالاستحواذ على الكرة وتهديد مرمى دييغو لوبيز في أكثر من مناسبة، أبرزها لديفيد فيا. وبدخول رونالدو وسامي خضيرة مكان بنزيما والبرازيلي كاكا الذي غاب تماما عن الشوط الأول، بدأت آلة ريال مدريد الهجومية في التحرك لتتوازن الأمور مع فرصة أولى لم يوفق فيها رونالدو في اللحاق بالكرة، وثانية أبعدها الحارس فيكتور فالديز بطريقة رائعة بعد كرة ثابتة نفذها رونالدو بطريقة رائعة في الدقيقة 65 حارما النجم البرتغالي من هدف محقق. خطورة الريال استشعرها المدرب رورا وسط ركود مهاجميه ليزوج بتشيلي أليكسيس سانشيز مكان ديفيد فيا، فيما عوض مورينيو مواطنه فابيو كوينتراو بألفارو أربيلوا. تغيير أبقى الريال هو الأخطر معتمدا على فرديات رونالدو الذي لم يوفق مرة أخرى في التسجيل حين سدد على يمين القائم. الريال كان الأفضل في الشوط الثاني عموما، لكن رعونة مهاجميه حالت دون تسجيل الهدف الثاني الذي ضاع من رجل المدافع موراتا الذي لم يستغل انفراده بالحارس فيكتور فالديز على أفضل وجه. مشهد أكد أمسية الحظ العاثر أمام هجوم الريال ومدربه مورينيو الذي انتظر حتى الدقيقة 82 لينجح في خطف هدف الفوز عبر المدافع والقائد سيرخيو راموس برأسية رائعة أكدت أحقية الميرينغي بالنقاط الثلاث، ومؤكدة علو كعبه على غريمه برشلونة هذا الموسم بعد أن حقق فوزه الثالث في 6 مباريات كلاسيكو هذا الموسم، ليضعه في أفضل بروفا ملكية قبل موقعة أولترافورد المفصلية في دوري الأبطال هذا الأسبوع. رونالدو وإن لم يسجل في أمسية البرنابيو كالعادة في مرمى برشلونة، إلا أنه كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مراده لولا القائم الذي حرمه من هدف محقق في اللحظات الأخيرة من عمر هذا اللقاء، ورغم المتابعة من بيبي لكن الكرة مرت على يمين مرمى حارس فيكتور فالديز. الدقائق الأخيرة أعلنت فوز الريال مرة أخرى بالكلاسيكو في مواجهة كانت تفتقد لأكثر من حافز من جانب فريق ريال مدريد، لكنها أيضا كانت مؤلمة بالنسبة لبرشلونة الذي خسر في نهاية المباراة أيضا خدمات حارسه فيكتور فالديز.